والله العظيم يا عيني مرتضى منصور ده مش عارف هيلاقيها منين ولا منين. هوب حواراته مع اتحاد الكوره، هوب حوارات مع لجنه الانضباط، هوب حوارات مع فتوح، مع عبد الله جمعه، هوب حوارات مع رئيس وفاق الصيفي. يا عيني ما بيهداش، ما بيهداش، دب دب دب. وهو قاعدين كده عادي، اذ نفوجئ بفيديو بالليل النهارده من مين؟ من طارق حامد المعلم بيوجه رساله لجماهير الزمالك، وبيواجه وبيهاجم فيها مين؟ بيهاجم مرتضى منصور ومجلسه وامير في ايه؟ في السكه كده. وبيقول لهم ان كل اللي قلتوه عني والمؤتمر الصحفي اللي انتوا عملتوه عني ده كذب في كذب. طيب يعني معنى كده ان كله قام عليه، ما حتى برضه فتوح اهو لسه قايم عليه من شويه لما مرتضى قال العينات الحمد لله جت واثبتت من برشلونه واثبتت سلبيه العينه لفتوح وعبد الله جمعه، راح فتوح حاطط وش يعني ايه زعلان وكده متعصب منه. فطبعا ايه بقى، هو عشان بس يعرف مرتضى منصور ان مفيش حد بيحبه، لا لاعبته ولا غير لاعبته. المهم عشان ما اطولش عليكم يا جماعه، طارق حامد بص راح بوم قلب الترابيزه على مرتضى منصور. طارق حامد بقى ايه ملخص تصريحاته كده بسرعه على مرتضى منصور، نشوف قال ايه. قال لك من ساعة ما أنا كنت مصاب، نادي الزمالك كان عارف خطواتي جيدا وانا بتعالج بره. يعني كل الكلام اللي كانوا بيقالوه ان هو بيتهرب من الماتشات وان هو ما بيلعبش وان هو لا، كله هو كان عارف خطواتي تماما وانا بتعالج بره. وكنت الاصابه بتاعتي شخصها دكتور طبيب الزمالك غلط، وكنت بتعالج عند دكتور تاني، والزمالك وامير كانوا على علم تماما بكل الخطوات بتاعت العلاج. يعني انا ما اتهربتش. قال لهم ان رئيس الزمالك تفاوض معاه بشكل صوري يعني كده بالكلام بالحب يعني. وبعدين فجأة اعلن ان هو هيبيعه واتهمه بالتمرد والخيانة. وقال ان انا لما رجعت من كاس العالم في 2018 اتفاجئ ان مرتضى منصور بعت الاستغناء بتاعه لمين؟ لبيراميدز. وقال انا اللي رفضت امشي من الزمالك وصممت على البقاء رغم الرقم الخيالي الذي عرضه بيراميدز عليا، مستحيل حد كان يرفضه. يعني الراجل اصلا اتغفل، رجع من كاس العالم لقى مرتضى بعت له الاستغنى بتاعته في 2018 من غير ما يعرف لبيراميدز، وهو اللي رفض حبا. طارق حامد بيقول حبا في جمهور الزمالك. قال لك بعد كده لما جت لجنه حسين لبيب انا قعدت معاها عشان اجدد، وما اختلفناش في حاجه وكنا تمام. وبعد كده لما مشيت اللجنه ما فيش حد تواصل معايا من مجلس مرتضى منصور. طيب قال لك بعد ماتش الوداد اللي هم كانوا بيلعبوه في افريقيا، اتفاجئت باعلان النادي عدم التجديد، ان النادي ما كانش عايز يتجدد معايا ولا نيه لديهم. وقال كل مصاريف علاجي وسفري بعد اصابتي من الزمالك كلها كانت على حسابي. ومع ذلك كنت برضو بتواصل اللي شخص بتواصل مع طبيب النادي اللي شخص حالتي غلط عشان برضو اخش ضمن الاطار والمنظومه حتى انتهاء التاهيل. طيب قال لك ان مرتضى منصور عمل ايه بقى؟ قال لك مرتضى منصور هو بيقول طارق حامد ان هو شهوه صورته قدام مين؟ قدام جمهور الزمالك. وقال اني رفضت التجديد وطلبت مبالغ ماليه ضخمه، وهذا ليس صحيح. كل اللي انا طلبته، طارق حامد بيقول ان انا قلت عايز افكر. وفوجئت بتصريحات رئيس الزمالك بعد مباراة الوداد بأن النادي لن يريد تجديد عقدي وإني بتمرد على الفريق. أنتوا فاكرين يا جماعة المؤتمر الصحفي اللي عمله مرتضى وهاجم وسلخ طارق حامد؟ جالك يوم يا مرتضى وطارق بيرد عليك وهو متألق في الاتحاد، ما تعرفش تفتح بقك يا مرتضى. معنى كده إن أنت فعلا بتكذب في شأنه. طيب قال لك المسؤولين في الزمالك قال كده طلعوا كذبوا وكانوا عايزين يشوهوا صورتي، وعشان اثبت حسن نيتي طارق حامد بيقول وامشي، عرضت ان انا اتنازل عن باقي مستحقاتي، واشترطوا عليا امضي على انها غرامات وهي مستحقاتي. يعني هم قالوا له انت تنازل، عايز تمشي ماشي بس امشي، امشي اتنازل عن بقيه مستحقاتك. قالوا له طب بس مش هنكتبها مستحقات، هنكتب ان هي غرامات ان انت اتغرمتها عشان اتهربت وما كنتش بتعالج وكده. فهمتوا قصدي؟ طيب قال لك اتهموه بالمساومه والمماطله، وعقدوا مؤتمر صحفي زي ما قلت لكم وصفوني فيه بالتمرد والخيانه والمتهرب، وان السبب في خروج الزمالك من بطوله افريقيا. طيب ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ده معناه حاجه واحده بس، معناه انه آه كل تصريحات مرتضى منصور ايا كانت على مين، شوفوا اديكم انتوا شفتوا على محمود الخطيب ومجلسه،
على الناس اللي بيهاجمها كلهم، رئيس وفاق سطيف ولاعبته فتوح وعبد الله جمعه والجمهور بتاعه اللي بيشتمه، وادي دلوقتي طلع طارق حامد، وبعدين لجنه الانضباط. هل معنى ذلك يا جماعه ان كل دول غلطانين وما بيفهموش وكذابين وهو الوحيد اللي بيتكلم صح؟ طب ما هو واحد معاك كان في المنظومه اهوت ومشي، وهو بيحب نادي الزمالك ومشي ومتالق جدا في الاتحاد، يعني هو مش عايز منك حاجه اصلا. ايه اللي يخليه يطلع يقول كده؟ معنى كده يا جماعه دي رساله توصل ان هو كل كلام رئيس نادي الزمالك خطأ ولا يحتمل الصواب اصلا، وهو كله بس كلام عشان يمشي الدنيا. دي اخر يا جماعه تصريحات طائر حامد. وطبعا ايه هي كده تقريبا ايه، مرتضى نهايته قربت، يعني هو كده هيمشي قريب، يعني انا احساسي بيقول ان هو هيمشي قريب.